المغاربة يتعملقون، المغاربة يتألقون، المغاربة يسجلون في أحلى محفل دولي هنا في أرض عربية. شكرا للزميل أيمن جادة. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي اس بوس في هذا الموعد الجديد مع مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 واللقاء الذي يجمع المجموعة السادسة بين المنتخبين البلجيكي والمغربي. المغرب الذي حقق التعادل في المباراة الأولى أمام الكروات بنتيجة 0-0 يعطي ايدين عصار. هذه الكرة بين يابونو، اخرج يابونو، صعبة هذه الكرة وصعبة هذه الكرة. أول إنذار يأتي من باتشواي. ايدين عصار يغطي عليه زياش. برافو يا ولد، برافو يا زياش، والكرة تخرج مباشرة. ماذا تفعل يا حكيمي؟ ماذا تفعل يا جديد؟ فيها إمكانية تسديدة، التسديدة الأولى يا زياش، الومضة الأولى يا زياش. لياسين بونو في خطأ وبالتالي ضربة حرة. مرور ومرفوع الكرة وبالراس وخطير بعد المرحوم عبد الله بليندا. كرة لمنيا محمدي، الهربة والانسداد هي الشباك تناديك يا زياش، الشباك تناديك يا زياش، الشباك تناديك يا زياش. جول 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 جول. اوه لا، اوه لا، زياش زياش يا زياش وزياش. المضي قدما، لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. بلجيكي هذه صعبة، هذه صعبة، يا سلام يا لروعة التدارمر. هازار سدد، برافو برافو المحمدي، برافو المحمدي. بوفان في الاستلام، بوفان في الدخول، بوفان وجول. ضربة حرة جانبية، 6 لاعبين مغاربة. حذيري من العرضيات، نزل يحط على كرة ممتازة. يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، جول 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 جول. والصافرة يا وليد، الصافرة يا وليد. انتصار تاريخي وسجدة للاعبين للمولى تعالى. رد بالك يا مرابط، العرضية مرت سلامات، سلامات يا يوسف. هنا لا زالت مغربية. جول 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 جول. ارفع المنتخب الكندي انطلاقا من هويليت، هويليت خطيرة. إدارة مدافعين، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول. الله أكبر، جول مغربي، جول مغربي. أوه خطيرة هذه الكرة، خطيرة. أوه صعبة هذه الكرة، في أوه خطيرة وصعبة. يرفع كرة زياش وبالراس وسدد، جول جول. في هذه اللحظات، في هذه اللحظات انتهت المباراة. في مباراة اليوم، ولكن تحضير بشكل جيد من طرف الطاقم الطبي. شكرا للطاقم الطبي لأنه بذل مجهودا كبيرا حتى يكون وصول في الموعد اليوم أمام منتخب لاروخا. إذن وليد الركراكي يلعب العناصر التالية: ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي رقم 2، رومان سايس 6، نيف أكرد 5، نصير المزراوي 3، سليمة ملاح 15. عملية انسلال، أول عملية دخول في صافرة، برافو
برافو سفيان المرابط، وبالتالي حول للمرور امام لاعبين بوفال يتحصل على ضربه حره، ولكن الحكم يقول لا. مرابط لمن ضغط على حامل الكره فيها خطا، وبالتالي لدينا ضربه حره. يا حكيمي كاني اراها في الشباك. حكيمي مرت عاليه، حكيمي مرت عاليه الى ضربه مرمى. اول فرصه على الطريق امام زياش، كان في تدخل فعلا في خطا وضربه حره. المهاره حاضره، الراسيه يا نايف لو في الشباك. مزراوي سدد ولا زالت مغربيه. وناي سيمون برافو مزراوي، حاول مزراوي. هو اسينسيو مع اورمو. بونو برافو يتصدى. نعم اول اختبار لبونو. عندك الكره مع حكيمي. في انذار في بطاقه صفراء مستحقه. برافو الراباليني. نايف اكرد. برافو نايف اكرد. افضل تدخل قام به نايف اكرد في المباراه. وصلت لأونيس ويليامز. صعبه هذه الكره. نايف برافو. نايف تغطية على مستوى في داني اولمو. مرفوعه خطيره. بونو كاد يفاجئ بهذه الكره. بونو ممتازه. تترك لي بونو هذه هنا ينديرها وخطيره. جول. يا جديرة في عملية انسلال ممتازة جدا. كان ممكن يا بونو ممتاز، ولا زالت صعبة. دفاع يتدخل. زياش. حكيمي سير لا من العرضيات. يا اليميقة الكرام. إذا الصابر يتلقى الإشارة. الصابر يسجل. كورتك ياسين، إن شاء الله كورتك يا ياسين. بابلو ياسين ضاعت الإشارة. زياش يتقدم. زياش يسجل جول. كورتك يا بونو. بانون يتقدم. بانون غير معقول يا بانون. يتقدم بوسكيتس. وبونو. أشرف حكيمي. يصعد أشرف. جول. الله يا أسود. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، متابعين قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي، هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي. المغرب التي فتحت آمال وأبواب منطقة الجزاء. ياسين في التوقيت المناسب. محاولة راسية. ينصيري. يسدده بالقدم اليسرى من حكيم، لكن الى خارج داخل منطقة الجزاء. طالت. نعم راسية من يوسف انصاري. الكرة الراسية والتسديدة تاتي في احضان ديوغو. عرضية داخل منطقة الجزاء. مغرب العز بين الامم. مغرب الله. منطقة الجزاء ملعوبة داخل المنطقة. راسية. جوله. يا الله مرت الكرة. محاولة ملعوبة لكن ايضا ياسين بونو خطيرة.
قائمة، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. هذا هو الأسلوب الذي سيعتمد فيما تبقى من أحداث. زالت مستمرة وقائمة خطيرة، تسديدة بطل يا ياسين. أسمة شديرة، نعم وليد متسللة، خليها يا وليد. البحث عن المرتد الآن، صفر يا حكم، صفر. نعم صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب المغربي. لا 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 لا. المقابل ياسين، ياسين يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا ياسين. للتاريخ، لكبرياء العرب، لكبرياء العرب ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع. الله يا مغرب، الله.